قال مجاهد اجتزت، وقالت السدي كشفت، وقالت ضحاك ذهبت. بصوا قال ايه؟ قال تكشف كما يكشف الجلد عن الذبيحه. الله ضرب للكفار مثل ليبين قدرته سبحانه وتعالى. قال لهم ايه؟ قال لهم افلم ينظروا الى السماء فوقهم. بصوا، هو بيقول لهم بصوا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. او الثلاثه دول مش موجودين. كيف بنيناها؟ لا وقعت يا رب. وزيناها بالنجوم والشمس والقمر، وقعوا يا رب. وما لها من فروج، لا هتتقطع. يوم القيامة بقى تسمع إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قالوا العلماء تتلون هذه السماء كما يتلون الدهان، البهية بالبلدي كده، حمراء وصفراء وزرقاء تختلط في بعض، كأنك بتحط بوهيه في ميه كده والوان في بعض وتقعد تقلبهم عشان يطلع لون معين. السماء هتتدعك كده كلها في بعض. القصه مش في كده بقى. القصه مش في كده. قال وانشقت السماء فهي يومئذ وهي ضعيفه. المشكله بقى عارف ايه؟ النبي كان قاعد في المسجد مره كده وحصل صوت كده شديد قوي، فالصحابه ارتجعوا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال قطت السماء. عارف لما تجيب لوح صاج وتحمل عليه ايه؟ حاجه تقيله، فاللوح ده يروح عامل ايه؟ عارف الصوت ده اسمه قطيط. فالصوت ده لما حصل الصحابه اتفاجئوا ايه ده؟ قال لهم قطت السماء من كتر الحمل اللي عليها. قال فما موضع شبر، وفي روايه موضع 4 أصابع، عمل كده الصلاة. الا وفيها يا اما ملك واقف قائم كده، يا اما ملك ساجد، يا اما ملك راكع. هتتقطع بقى السما دي. انا عايزك تعيش الموقف كده، السما دي هتتقطع خالص. لا هيروحوا فين دول؟ انا مش عارف دول هيروحوا فين صراحه.